انت بتهزر يا استاذ؟ فاكر نفسك في موقف ميكروباصات؟ في ايه بس يا أستاذ مدحت؟ مين اللي عكر صفو علاقتنا؟ انت في تحقيق رسمي يا باه، انت عارف انت عملت ايه كويس؟ والقرآن ما أصلا عملت حاجات كتير قوي. انت تقصد انني يكونش قصدك عن انني سرقت البرية بتاعت الأستاذة منار، ولله كنت هرجعها لها تاني. بريت ايه يا محترم؟ ده انت عامل مصيبة. لا لا ما تقولش، ولله مين اللي واخد الشندوتش بتاع الأستاذ عبد ربه؟ هو الأوردر كان جاي ناقص. يعني انت فاكر البراية والشندوتش ومش فاكر انك دخلت مديرك المستشفى؟ تسعوني ألف سلام عليه ماله، ده كان عمال يتنطط زي القرد من ساعة. زمايلك قالوا انكم كنتوا بتزعقوا مع بعض وشدتوا مع بعض وانك تطولت عليه بالضرب. أنا أضرب أستاذ عوني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أستاذ ده مجرد خلاف في وجهات النظر. دخل يا ابني الاستاذ عوني. خلاف في وجهات النظر مش كده؟ مين اللي عمل فيك كده يا استاذ لا يا عوني؟ فندم، اللي قاعد قدامك ده سيادة المدير شتمني والله يا مدير. شتمك قال لك ايه؟ اللي بعد إذنك يا مستر شوقي، هو عارف إن كلمة مستر دي بتزربني. شفت يا سيادة المدير؟ ده واحد متخلف رسمي. لا والله الأستاذ عوني يا مدير بقى بضطهدني، إكمني غلبان ويتيم أمي مريضة وخالي من الإسكندرية ما بيعرفش يجيني. انت غلبان انت، ده كسر لي دراعي يا مدير واخد 35 غرزة في المستشفى. يا عم ما قلت لك طالع معايا الورشة هقفلك بالدباسة، أنت اللي اتأنفدت في نفسك وخدت في وشك ورحت المستشفى. أقوم خيطوك هناك أهو. ما قولك في اتهامك بالاعتداء على مديرك المباشر بالسب والضرب؟ والقرآن ما سبيته يا باشا. لا سبني وقال لي روح ده ايه السخونة يا عم عوني. يعني هي دي اللي حرقاك قوي؟ ده الراجل مخرشمك. انت يعني جيت على ديت؟ شفت يا سيادة المدير، طول عمره هو بيجي في الهيفا واتبقلط. اخلص يا ابني، انت ضربته ليه؟ الصراحة يا باشا عشان قفل النت عن الجهاز بتاعي دون أنا عن جميع زملاتي. عشان بتدور على شغل من جهاز الشركة وبتقدم في شركات تانية؟ لا ده كده حلاوة قوي. احنا نحول الموضوع للشؤون القانونية. حول يا باشا حول، ده موظف قلة ادب، ده حتى ما جابليش ليه في اليوم العالمي للمدير. يوم إيه المدير؟ يا عم تصدق بالله أنا أمي معايا في البيت بقالها 27 سنة، عمري ما جبت لها هدية في عيد الأم، هي اللي كانت بتجيب لي. خلاص الموضوع انتهى، انت محول للشؤون القانونية بتهمة التعدي بالضرب على مديرك المباشر. والقرآن ما ضربته، ده هو اللي اتزفلط على البلاط. لا يا مدير، ضربني باللوكميات في قعر نافوخي وبعدين خدني شوبليكسز بتاع الاندرتيكر. خلاص يا أستاذ عوني بالله عليك حقك عليا، هشتغل لك عصفورة زي الولا حمو اللي بتحبه. طب خلاص بقى يا استاذ مدحت مسامح كريم، شوي برضو زي دراعي اليمين. طب خليه بقى زي دراعك الشمال عشان اليمين متجبس.